ليه مصر ان انا بهاجم؟ انا بسالك. استنى بس انت بتقول لي اقرا الكتاب، فانا بقول لك ما انا قريت ولقيت هلما ننزل، يلا ننزل ونبلبل. شوف العوار اللي عندك الاول، وما تشيلش القذى من عين اخيك قبل ما تشيل الخشبه من عينك. انتوا كلكم حافظين النص. عوار ايه يا فندم؟ يعني انا ما قلتلكش ان انت دينك فيه عوار على فكره، انا كنت بذكر ليك نصوص. انا عندي لسان اقدر ارد عليك الكلمه بيها واكتر من الكتاب المقدس. يعني انا اقدر ارد عليك بنفس الكلمه دي. يعني عيب لما يبقى حد كبير وتقول لي عوار في دينك ايه يعني؟ مش احنا كده دخلنا في مرحله التطاول يعني، فاهم قصدي؟ فعشان بس يعني ايه هلتمس ليك العذر وهقول ان انت ان شاء الله هتراجع نفسك وتعتذر عن اللفظ اللي انت قلته ده، واحنا بنتكلم باحترام. ذكرت ليك الكتاب بتفاسيره وما جبتش حاجه من عنده. انا بعيدها تاني. شوف العوار اللي عندك. لا والله يا فندم، العوار هو الاله اللي كانت بتصرف عليه الستات في انجيل لوقا 8:3 ونساء كثيرات كنا يخدمنه من اموالهن. وابوك في تفسيره ابوك تدرس يعقوب ملطي بيقول ان كان السيد الخالق قد افتكر من اجلنا ليغنينا فانه لم يستنكف من ان تعوله النسوه. الخالق ان تعوله النسوه، يعني انت الخالق عندك كانت بتعوله. ده عوار. العوار يا فندم هو ان انا الاقي في الكتاب المقدس واحده رايحه بتصرخ ليسوع بتقول له يا سيد اعني يا ابن داود، وقاعده بتبكي وتصرخ قدامه وهو ما بيردش عليها. لولا التلاميذ قالوا له اصرفها لانها تصيح وراءنا، فقال لهم ليس قال لهم ما جئت الا الى خراب بيت اسرائيل الضاله. دي واحده دي كلبه دي ملهاش لازمه. فقالت له يا سيد اعني يا ابن داود، فقال لها ليس حسن ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. يعني انت كلبه. ده عوار ده يا فندم. العوار ان انت تيجي تقول لي ان ده اله، واحده بتبكي له بتقول له اشفي لي بنتي وهو قاعد بيختبر فيها ويقول انت كلبه. دي العوار دي. العوار ان انت حضرتك تيجي تقول لي ان يسوع ملعون من الله، وده بحسب النص الكتابي اللي انت مؤمن بيه ان هو كلام الله. في سفر التثنيه 21:23 النص بيقول فلا تبت جثته على الخشبه بل تدفنه في ذلك اليوم لان المعلق ملعون من الله. مين المعلق؟ يسوع. مين اللي قال كده؟ بولس. في رساله بولس الى اهل غلاطيا 3:13 بيقول المسيح افتدانا من لعنه الناموس، صار لعنه لاجلنا لانه مكتوب ملعون كل من علق على خشبه. اله حضرتك لعن من الله بحسب تفاسيرك يا فندم. الله ملعون من الله بحسب تفاسيرك، واقدر اجيب لك بدل التفسير 2 و3 بيذكروا ان يسوع ملعون ويسوع المفروض اله حضرتك ملعون من الله. ده عوار. هل في عوار من اكتر من ان انت تروح الكنيسه تقف جنب الكاهن ياكلك الله في بقك ويشربك دم يقول لك ده دم الله؟ ده العوار بجد يا فندم. هل في عوار اكتر من ان انت تكون بتعبد عيش؟ هل في عوار اكتر من ان انت تكون بتعبد خمره؟ التمست ليك العذر مره قلت يمكن فلتت منه. محروق من كلامي يا فندم. عيب، انت راجل دكتور مش صغير. انا بكلمك بكل هدوء، او كنت بكلمك بكل هدوء وبكل احترام، ما غلطتش فيه. جايب لك كله بالكتاب وكله بالتفاسير والتفسير قبل الكتاب. يعني انت جايب لك اقوال الاباء بتقول انا ماليش دعوه، اقول لك لا ده في الكتاب كمان. فلما تبقى راجل سنك كبير وتيجي تقول لي عوار، عيب كده. عيب كده يا فندم. خليكوا ناس يعني، خلونا نحس ان احنا بنتحاور مع ناس بتفهم او على الاقل بتستوعب الكلام. هل في عوار اكتر من ان انت الكتاب المقدس عندك بيقول عن الاله ويكون في ذلك اليوم ان الرب بيصفر للذباب؟ اله حضرتك بيتقال عنه كده وتيجي تقول لي عوار؟ هو في عوار اكتر من كده؟ هو في عوار اكتر من ان يكون في 4 زانيات جدات يسوع؟ انت بتقول يسوع ابن داوود. طب ما تقول يسوع ابن رحاب. ما تقدرش تقولها ليه؟ لان لو قلت يسوع ابن رحاب في نيك نيم في رساله يعقوب مكتوب رحاب الزانيه، فتبقى كانك بتقول يسوع ابن رحاب الزانيه، وده الاباء عندك بيقولوه اصلا. يسوع ابن تمار الزانيه. ليش عنقول هيك؟ هودي ست وجده ما استحى فيهم. قال لهم هو ستي وجدي يلي ما بيستوا، يلي ستي كانت بتبيع حالها ولكن تابت. جدي داوود يلي قتل الزلمه لانه اشتهى المراه، مش ابن مريم بس، يسوع ابن تمار الزانيه. ايه رايك يا فندم؟ ده العوار بجد. دي العوار لما تلاقي نص في الكتاب المقدس منسوب للاله او واحد من الالهه اللي انت بتعبدها بيقول اما انا فدوده لا انسان عار عند البشر وحقير وسط الشعب. دوده ايه ده للاله ده؟ دوده ايه؟ والتفاسير المسيحيه اسوأ من كده. وانت في القداسات عندكم مش بتقعدوا تقولوا وصرت كحقير؟ ايه ده؟ صرت كحقير؟ بتصلي للاله بتقول انت كنت حقير؟ والى بطن البتول
صرت كحقير. ده عقل ده عوار ده انت لو قلت لي شيل القشه اللي في عينيك هقول لك شيل الحديقه اللي في عينك، شيل الغابه اللي في عينك. بدل ما تيجي تقول لمسلم شيل العوار، روح شوف اللي عمله انبيائك واللي كتابك قالوا ان عملوه الانبياء عندك. اللي داوود كان قاعد عايز يتدفى جابوا له واحده يتدفى فيها. كان ماشي فوق سطح بيته شاف واحده جابها زنا قتل جوزها عشان يتجوزها. وتيجي تقول لي عوار؟ ليه كده يا فندم؟ يلا كفايه عليك كده. حرقتك قوي كلمه عوار. لا هي حرقتني يا فندم. الحرق ده بيحصل امتى؟ لما يكون طفل صغير نايم في المزود وفي حشرات بتقرصه، فده بيحصل له حروق ولازم يتحط له مرهم عشان الحروق دي تخف شويه. ده لسه بتحرقك برضه. لا اللي كانت بتحرقه ده انت عارفه كويس، اللي كانت ولد في مزود، في مزود البقر كان نايم مبسوط، صح كده؟ اهلا بيك يا فندم. برضه لسه بتحرق يعني يا عيني. لا والله اللي كانت بتحرق اللي كان محتاج مرهم. وتعداد العالم كام عندك؟ فيهم 2 مليار واحد بيعبدوا عيش، بس في الحمد لله بتاع حوالي 900 مليار فلت، 900 مليون فلتوا منه. ما انت صيدلي صح؟ يعني تخيل انت بتشتغل ويسوع عندك كان بحسب النص الكتابي انجيل لوقا 8:3 ونساء كثيرات كنا يخدمناه من اموالهن. الكتاب عندك وتفاسيره بيقولوا ان يسوع كان بتصرف عليه الستات يا دكتور. انت راجل صيدلي، انت يمكن شريف عن الوضع اللي احنا شايفينه ده. ليه؟ انت راجل بتشتغل وبتصرف على بيتك، في واحد تاني كان قاعد تصرف عليه الستات، انت بتعبده. لحم كتافه من خير الستات دول بحسب النص الكتابي والتفاسير المسيحيه. تدرس يعقوب ملطي بيقول في تفسيره الانجيل لوقا صفحه 197 ان كان السيد الخالق قد افتقر من اجلنا ليغنينا فانه لم يستنكف، اي الخالق، ان تعوله النسوه باموالهن. انا عارف ان انت مش هتنام النهارده، وانا عارف ان كلامي وجعك قوي، وانا عارف ان انت اتصدمت في نصوص كتابك، وانا عارف ان انت تلاقيك اتصدمت من المعلومات اللي انت سامعها دي وانا بكلمك وعيني في الكاميرا. انا لو كنت مجهز لك بربع جنيه كنت هتسمع سلبة تفاسير وكله من كتابك وتفاسيرك. ولا كلمه من ما انت لازم تقول كده، انت لازم تقول ولا كلمه هزتني والله العظيم. الكلمه اللي انت قلتها ده دليل ان انت من قلبك جوه مهزوز بسبب الاله الملعون اللي في كتابك اللي ما تقدرش تقول مش ملعون. اتحداك تقولها. ولا كلمه. اتحداك تقول يسوع مش ملعون. انت قريت كتاب ايات شيطان. اتحداك تقول يسوع مش ملعون. شفتوا يا جماعه؟ ادي التطاول، ادي التطاول. كتابك بيقول ان يسوع كانت بتصرف عليه الستات، ليكوا عين تتكلموا؟ كتابك وايمانك بيقول ان انت بتروح تاكل الله. ابائك بيقولوا ومسكت الله بيدي واكلته. بشوي كامل بيقول كده، ومسكت الله بيدي واكلته. ابائك بيقولوا إذا كان الخبز والخمر في هذا السر الأقدس هما جسد المسيح ودمه فيجب أن تقدم لهما العبادة والسجود. أنت بتقدم العبادة والسجود للعيش والخمر، بتعبد خمرة. أنت بتعبد خمرة، بتعبد خمرة في الكنيسة وجاي تتكلم. هل في عوار أسوأ من كده؟ هل في آيات شيطانية أكتر من إن أنت تكون بتعبد خمرة؟ الشيطان هيعوز إيه تاني؟ أسألكم بالله الشيطان هيعوز إيه تاني؟ الشيطان هيعوز ايه اكتر من ان انت تكون بتعبد، مش بتشرب خمر، لا بتعبدها. يعني احنا عندنا الشيطان حدوده يشربك خمره، انت خلاكوا تعبدوها. واحنا لو لو المسلم شرب خمره هيبقى عارف ان هو بيعمل حاجه حرام، لكن انت بتعبدها. ده انت بتقدم العباده ليها، بتقدم العباده الخمره. بتعبد ويسكي 5% ده تركيز، 5% كحول. هل في أسوأ من كده؟ كم السباب والشتام اللي اتقال على إلهك. عار إن أنتوا ترفعوا راسكم وتقولوا إحنا مؤمنين بالله. إله إيه ده؟ إله اللي هو نفسه بيقول أما أنا فدودة. دودة أهو أكل دودة، لا إنسان، عار عند البشر وحقير وسط الشعب. ده إله ده إله. اترك الوثنيه بتاعت المسيحيه بتاعتكم اللي فيها بتعبدوا العيش والخمره دي وخليك مسلم لله. ولا اعتراف ولا بتاكل اله ولا بتسجد لصور وشويه صور وبراويز ولا الصليب ولا الكلام الواحد عيب لما تبقى راجل كبير ولسه مسيحي. والله الواحد بيستغرب بيقول ازاي دكتور ولسه مسيحي. يعني ده واحد المفروض درس وقرا
ايه يا جماعه مش كده. كان معانا ومعاكم ثواني هنجيب اسمه دكتور كمال رسمي، دكتور صيدلي، وده اكبر خادم في كنيسه مرجرجس في المنوفيه. انا شايف ان ده يقعد في بيته احسن. بعد المكالمه دي انا شايف ان هو يقعد في بيته احسن. انا بس بحذر، انا التمست له العذر في الاول، قلت له انا شايف ان انت هتعتذر عن اللي انت قلته ده. كلم مسلم، انا ما نطقتش كلمه مسيئه من اول الحوار، ما قلتش كلمه مسيئه من اول الحوار. لكن لما انت تيجي تقول لي شوف العوار اللي عندك وانا اقول لك اعتذر عنها وتقول لي لا وهعيدها، لا مش هديك فرصه تعيد ايه. لا، هنا مدرسه، احنا هنا مدرسه مش بس بتتعلم فيها المسيحيه، لا وبتتعلم ازاي هنا تتعامل مع الكائنات دي. خلاص، دي نقطه في غايه الاهميه، ازاي تتعامل مع الاشكال دي. المحترم اهلا بيه، اللي يغلط فيه نعمله بلوك. قليل الادب لساني كتابك. بس هي المكالمة دي عامة تثبت إن هم ما بيخرجوش خدام عندهم أقل درجة من العلم، لكن اللي هم بارعين فيه إن هم يخرجوهم عندهم حقد على الإسلام. فكرة إن هو أول ما يعرف إن أنت مسلم يبدأ يقل أدبه ويقول لك أنت اتضايقت. أنا هتضايق من إيه؟ أنا هتضايق من قلة أدبك؟ أنا ما اتضايقش غير لما حد يتكلم في ديني، إنما إن أنت تقل أدبك ده حاجة ما تضايقنيش. تضايقني في إيه؟ فهم بارعين في إخراج خدام عندهم حقد على الإسلام مش أكتر. يعني أنت حتى عندك حرص إن أنت تكلمه من خلال الآباء، ما تقولش حاجة من عندك أو تستشهد بنص أو كده. هو يقول لك أنت قرأت كتاب كذا، كتاب إيه ده؟ إحنا ما تستشهد بحاجة. كمل يا عبد الله، في تصويت نزل يا شباب، كمل عشان آسف، في تصويت نزل.